السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب، ويبعد عن كل الأمراض إن شاء الله بإذن الله. أول كلمة هنقولها: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن سنن الرسول عليه الصلاة والسلام إن هو من من السنن اللي نصحنا بيها إن إحنا نبدأ النوم على الجانب الأيمن. طيب، معظم الناس بتعمل عادة فاكرينها إن هي كلها صح، وهي للأسف خطأ تماما، ومضر جدا لصحة الجسم والمعدة والقلب والرئة. كلنا بنفكر ان احنا لما نيجي ننام على جنبنا الشمال انا كده برتاح والدنيا بتبقى كويسة وده النوم الصحي، وده في الحقيقة بيبقى غلط خالص على صحة الجسم، بل بالعكس هو بيهد جسمك ببطء جدا من جوه من غير ما تحس. طيب، العادة دي ان معظم الناس بتنام على جنبها الشمال. الجنب الشمال من ضمن الحاجات اللي بتدمر المعدة زي ما قلنا والقلب والرئة، وكمان بيأثر كمان على القولون. طيب، تابعني للنهاية عشان أقول لك إزاي نحافظ إن إحنا نعمل عادات صحية تفيدنا عموما في الجسم وتحفظنا من أمراض إحنا في غنى عنها قبل ما يفوت الأوان. فياريت نغير في عادات معينة، نغيرها، دي هتبقى مفيدة جدا للجسم وفي نفس الوقت بتحافظ على الجسم من حاجات تانية كتير. متنساش إن أنت تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك وشير الفيديو ده عشان يوصل لكل ناس عاداتها الصحية بتبقى سيئة أو مضرة لجسمها وهي مش عارفة. كل يوم بعد الأكل أو حتى في آخر اليوم معظم الناس بتحب إنها تنام على جنبها الشمال، لأنها شايفة إن الوضع ده مريح أكتر ليها ومفيد للهضم، بس الحقيقة إن جسمك بيتأذي جدا وأنت مش حاسس. النوم على الشمال بعد الأكل بيعمل ضغط على عضلة القلب وبيخلي المعدة تطلع الحمض لفوق، فبتصحى الصبح يبقى في حرقان او في غثيان، ودي علامة ان جهازك الهضمي بيستغيث منك، بيشتكي منك، فانت لازم تسمع لجسمك. خلينا نفهمها علميا. لما بتنام بعد الاكل المعدة بتبقى مليانة بالاكل والهضم لسه بيشتغل. لما بتنام على جنبك الشمال انت بتضغط على القلب والرئة، وده اللي بيسبب ارتجاع والحرقان المزمن. كمان العصارة الموجودة في المعدة ممكن ترجع للمريء فيعمل لنا اللي هو ارتجاع المريء اللي احنا بنشتكي، معظم الناس بتشتكي منه، وده طبعا عشان عاداتها الصحية في النوم غلط. تمام. مع الوقت الضغط ده بيزيد على عضلة القلب، وخصوصا لو عندك في تاريخ مرضي في العيلة ان في حد بيشتكي من من امراض القلب، او ان يكون وزنك اساسا زايد. لو الجسم مليان فده بيأثر اكتر كمان على الموضوع ده. تخيل انت بتأذي جسمك كل ليلة وانت فاكر ان انت بتريح. عشان كده في بعض الناس انها لما بتصحى من النوم بتلاقي في تسارع في ضربات القلب او في صداع من غير ما يعرفوا ايه السبب. يعني يقيسوا الضغط يلاقي الدنيا زي الفل مفيش مشكله. طب الصداع ده بسبب ايه؟ بسبب ان ضغط الدم او الضغط اللي احنا عملناه في النوم بتاعنا على القلب بيقلل ضخ الدم بالنسبه للجسم، فبالتالي الدم حتى اللي بيوصل للمخ بيبقى اقل، فبالتالي بصحى الاقي في صداع. طيب، ننام ازاي يا باشا؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال لنا ننام ازاي. ننام ان احنا اول حاجه لما تيجي تاكل قبل ما تنام لازم على الاقل تاكل وتستنى ساعتين قبل ما تنام. لو مضطر ان انت تنام هنعمل ايه؟ لا، هننام على جنبنا اليمين. ده بيساعد حركة المعدة الطبيعية، تبقى المعدة مش مضغوط عليها وبالتالي القلب مش مضغوط عليه. نرفع راسنا شوية على المخدة، يعني نخلي المخدة عالية شوية، يعني ننام في الوضع ده كده. تمام. ده بيمنع رجوع الحمض للمريء وبالتالي بيساعد ان الهضم بتاعنا يبقى كويس، وفي نفس الوقت بيقلل الضغط اللي موجود اللي احنا قلنا عليه، ضغط على القلب نفسه. لو شربنا شوية نعناع او ينسون قبل النوم بيهدي المعدة جدا، تمام، وبيخلي نومنا كمان هادي. الوجبات اللي قبل النوم يا ريت تبقى دايما خفيفة، يعني زبادي، شوربة خضار او ثمرة فاكهة. ده بيساعد معانا ان الهضم بتاعنا يبقى سهل وما نقومش في المشكلة دي. افتكر دايما ان جسمك مش آلة، فلازم تريح الآلة، لازم تريح الجسم. جسمك لازم يرتاح ولازم ياخد راحته، ولازم يبقى العادات الصحية اللي احنا بنعملها هي دي اللي بتحافظ
على الجسم. على المدى الطويل العادات السيئة دي بتبقى مضرة جدا، لكن العادات الصحية بتبقى مش رفاهية، ده بالعكس، ده بتحافظ على جسمك وبيساعد كمان في استثمار عمرك وصحتك. لو أول مرة تعرف المعلومة دي، شارك الفيديو عشان توصل المعلومة دي لأكتر ناس. متنساش تكتب لنا في الكومنتات انت بتنام على انهي جنب، ولما غيرت الكلام ونمت بالطريقة اللي احنا قلنا عليها فادت معاك في قد ايه، وفادت معاك في ايه. تابع باقي الحلقات على قناتكم، قناة سر الطبيعة مع أبو عيسى، هتلاقي فيه معلومات مفيدة جدا ومهمة جدا لصحتنا عموما. وإن شاء الله بإذن الله ربنا يحفظكم من أي سوء وأي أمراض ويبعد عنكم كل الشر إن شاء الله. وأشوفكم بإذن الله في حلقة جديدة مع لعادة إحنا بنعملها غلط أو أعشاب بتفيدنا في حاجات إحنا ما نعرفهاش. يا ريت ما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد والناس تستفاد بأكبر عدد. أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.